أيها المسلمون عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أكرمنا بدين الإسلام العظيم، وهذا الدين العظيم دين التزام ونظام لا مدخل للفوضى فيه بحال، بل إن الله تبارك وتعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات البينات لتضبط حركة حياة المسلم منذ يستيقظ إلى أن ينام بانضباط كامل لا ميوعة فيه ولا فوضى تحتويه ولا تعتريه. وقد جعل الله رب العالمين جعل الانفلات العبد من هذا القيد، من قيد النظام الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى في أمور العقيدة يؤدي إلى الشرك، وانفلات العبد في أمور العبادة التي جاء بها رسول الله، هذا الانفلات يؤدي به إلى البدعة. ليس للمسلم أن يخرج عن النظام الذي شرعه الله رب العالمين في دين الإسلام. هذا النظام شاملا لكل أمور الحياة من ظاهر وباطن، فإن الله رب العالمين قد ضبط لنا النية كما ضبط العمل، ضبط الله رب العالمين الكسب كما ضبط الإنفاق، وضبط الله رب العالمين الحركة كما ضبط السكون، وضرب الله رب العالمين لنا الأمثال وجعل صلاتنا صفوفا نصف فيها كما تصف الملائكة عند ربها تبارك وتعالى. الله رب العالمين يريدنا أن نكون أمة واحدة على قلب رجل واحد في عبادة الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا نتبع أحدا غيره. هذا هو أصل النظام في دين الإسلام. لقد ضبط لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، الكلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. ضبط لنا النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ، وضبط لنا النظر والسمع وحركة اليد وحركة الرجل، حتى النية، نية الإنسان في قلبه لا بد أن تكون مضبوطة. فقد قال لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، والقلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لأن كثيرا من الناس يقولون هو دين الرحمة. نعم، هو دين الرحمة، ولكن دين نظام ودين الالتزام. ليس للمسلم أن يمشي في الدين على هواه ولا بما يستحسنه عقله، ولا أن يأتي في دين الله بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل قول وكل عمل. ونحن إذا رأينا سلفنا الصالح
من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان كانوا يسيرون وراء النبي خطوة بخطوة، ويعلمون أن هذا الطريق هو أقصر الطرق إلى الله. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله جاءه رجل وقال له: يا إمام، إذا أفتيت في مسألة ثم تبين لك أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أفتيت به أترجع؟ فغضب الشافعي، غضب غضبا شديدا وقال له: أتراني مجنونا؟ تراني في كنيسة؟ نعم أرجع. يأتيني خبر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قلت ولا أرجع؟ يقول: إذن إني زنديق. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بأن أهل الجنة إلى أهل النار واحد في كل ألف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة على آدم ويقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: يا آدم من ذريتك 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. حينئذ تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في هذا اليوم يغضب ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. الأنبياء قولهم: اللهم سلم سلم، من آدم إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. يقول: يا آدم أخرج بعث النار. يقول: يا رب وما بعث النار؟ يقول: يا آدم من ذريتك 999 إلى جهنم وواحد إلى الجنة. لما سمع الصحابة رضوان الله عليهم هذا الكلام بكوا وجثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ الأمر صعب. من كل 1000 واحد إلى الجنة نسبة صعبة جدا ولكنها حقيقة. وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا بأن هذه الأمة ستكون عددها نصف أهل الجنة، مع أننا نوفي 70 أمة، نحن أكرمها على الله ونحن أفضلها في دين الله أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بشرط أن نلتزم بالنظام الذي وضعه الله رب العالمين في دينه على شرع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيها المسلمون عباد الله، لما وقع نقض للعهد من كبير الروم، وقع نقض للعهد من كبير الروم وعظيمها، بعث إليه هارون الرشيد رحمه الله رسالة في سطرين، يقول له: من عبد الله هارون الرشيد إلى نفور كلب الروم، إذا جاءك خطابي هذا فاعلم أني مسير إليك جندا أولهم عندك وآخرهم عندك. الأمر ما ترى لا ما تسمع. وبالفعل أذله ودوقه وهزمه حتى جعله عبرة. وكذلك المعتصم رحمه الله وعفى عنه، لما كان في يده كأس ماء وجاءه ما جاءه من خبر أن امرأة مسلمة تباهى اليهود، أقسم
ألا يشرب هذا الماء حتى يرد الكرامة المسلوبة إلى الأمة. وبالفعل جهز الجيش وقام يحارب من أجل رد الكرامة الأمة من أجل امرأة واحدة. ما السر في ذلك؟ السر ليس الحاكم وليس الرئيس، وإنما كان معه رجال، كان معه رجال بحق يلتزمون بدين الله ويسيرون على هدي رسول الله، وليس بينهم شحناء ولا تباغض. كان معه رجال الرجل الواحد منهم ب1000 بل بأكثر ممن يوجد الآن. ولا نزكي أنفسنا، يجب على المسلم يعلم أن التزامه بهذا الدين سبب لنجاته في الدنيا والآخرة، ويعلم أن الله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويعلم أن الله رب العالمين يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعلم أن الله رب العالمين كما أنه غافر الذنب وقابل التوب هو تعالى شديد العقاب بالصبر لا إله إلا هو. فإن الله تبارك وتعالى يريد لنا الخير ويريد بنا الخير واليسر، بشرط أن نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتجنب المخالفة والبدعة. أيها المسلم، ما عليك في هذا الزمان المليء بالفتن، ما عليك إلا أن تؤدي فرض الله عليك وتسعى على لقمة عيشك بالحلال، وتبتعد عن الخلافات والجماعات والأحزاب فكلها على باطل. كل هذه الأحزاب نهانا عنها ربنا ونهانا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يحسب أنه هو الحق وأنه هو الذي يخدم الإسلام، والحقيقة أن الشيطان يتلاعب بهم ويفرح بهم أكثر من فرح الشيطان بالعاصي. المعصية مهما كانت كبيرة أهون عند الله من البدعة، أهون عند الله من أن تأتي بشيء في الدين لم يأتي به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع شمل الأمة وأن يوحد صفها على الحق الحقيقي الذي جاء به رسول الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هيئ لنا الخير، اللهم هيئ لنا الخير واصرف عنا كل شر. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ